السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بيكم، أنا مكي شرقاوي وأنتم معايا في طريق المعرفة. ليلة سقوط تبون أو فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد، لا مؤاخذة حاشاكم، خايب سمية. ليلة سقوطه وأمير ديزاد وفرانس 2 القناة الفرنسية الثانية تكشف المستور. زلزال حققته حلقات كومبليمون دي دون كات. كومبليمون دون كات برنامج استقصائي، تحقيق تكميلي أو مزيد من التحقيق أو تحقيقات، أحدث زلزالا سياسيا. سيداتي سادتي آنساتي، أهلا بيكم. ليلة 22 يناير لم تكن ليلة عادية، كانت ليلة سوداء في المرادية. كانت ليلة سوداء في أروقة المرادية، وبعض المقربين قالوا ارتفعت أصوات خايب اسمية، كان يصرخ صراخا شديدا. هي أيضا ليلة أثرت بالسلب على تاريخ العلاقات الفرنسية الجزائرية بالتأكيد. البرنامج الاستقصائي الشهير تحقيق تكميلي أو كومبليمون دون كانت المذاع على القناة الفرنسية الثانية أوفى بوعده وأسقط ورقة التوت الأخيرة التي كانت تستر سوءة خيب اسمية. فقد وعدونا بحلقة استثنائية وبمحتوى حصري يغوص في عمق الحرب الباردة المستعرة بين المخابرات الجزائرية وباريس. تلك الوعود التي لم تتبخر بل تحققت على الأمر الواقع. نحن لا نتحدث هنا عن أزمة دبلوماسية عابرة، لا، احنا بنتحدث عن حالة اشتباك سياسي ومخابراتي مفتوح ممتد لأكثر من عام ونصف. الحلقة التي بثت في ليلة 22 يناير 2026 اولا مش هتعرف تلاقيها على اليوتيوب، مش موجوده على اليوتيوب تماما. يعني انا يعني بشق الانفس قدرت احصل على محتوى الحلقه وسمعتها وترجمتها وبنفككها معاكم النهارده. الحلقه قدمت تشريحا دقيقا ومتوازنا لهذه الحرب، مستعرضه اراء جميع الاطراف من المدافعين الشرسين عن قصر المراديه الى المعارضين في الخارج، مرورا بالأصوات التي تحاول مسك العصا من المنتصف. عنوان جانبي: ميزان الرعب الإعلامي، وقراءة في الضيوف والتوجهات في هذه الحلقة. تميزت الحلقة بتنوع لافت في الضيوف، مما نسف مسبقا رواية المؤامرة التي يسوقها النظام الجزائري. أول واحد صوت النظام، حضر شمس الدين حفيظ إمام مسجد باريس الكبير، والذي ينظر إليه كأحد أبرز أدوات القوى الناعمة للنظام الجزائري والمخابرات الجزائرية في فرنسا، مدافعا عن السردية الرسمية لقصر المرادية. جانب تاني والحياد، شفنا كريم زريبي النائب الأوروبي السابق الذي حاول تقديم صورة محسنة للجزائر، متخذا موقفا وسطيا لا يعادي النظام ولكنه لا يتبناه بشكل كامل. كمان كان فيه حضور صحفي، الصحفي المخضرم فريدريك بوبان من صحيفة لوموند الفرنسية، الصحيفة العريقة الفرنسية. أضاف يعني كثيرا للحلقة، هي إضافة نوعية. بوبان المعروف بدقته قدم تفكيكا رصينا للتعقيدات الجيوسياسية الحالية بين الجزائر وباريس. بعيدا عن الانفعال، لقد كانت حلقة متوازنة بامتياز. نرفع القبعة لفريق العمل والإعداد على صرامتهم المهنية
رغم الضغوط الهائلة والمستميتة التي سبقت بث الحلقة. محور رئيس أمير ديزاد: الشاهد العائد من الموت. الحدث الأبرز والمنشط العريض لهذه الحلقة كان الظهور الحصري للمعارض والناشط السياسي أمير بخرس أو الشهير بأمير ديزاد لأول مرة منذ حادثة اختطافه المروعة في إبريل 2024. بيظهر أمير علنا بوجه مكشوف وبنفسية بدت متماسكة بشكل يثير الإعجاب. أنا لازم أثمن من ما فعله أمير ديزاد في هذه الحلقة. روى أمير تفاصيل الجحيم الذي عاشه: الاختطاف، الاحتجاز القسري، التخدير، محاولة الاغتيال التي وصفتها النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب PNAT في فرنسا بأنها مشروع إرهابي. النقطة المفصلية في الحلقة العقدة لحظة أرشيف الصراع السياسي. وصف أمير ديزاد الرئيس الجزائري عبد المجيد، لا مؤاخذة حاشاكم خايب اسمية، بالبلطجي. هذا الوصف قد يراه البعض تجاوزا للأعراف الدبلوماسية، يجب قراءته في سياقه الإنساني والقانوني. احنا طبعا بنقول فخامة الرئيس. نحن نتحدث عن ضحية واجهة الموت، مواطن تعرض لعملية استخباراتية قذرة بأوامر عليا ومباشرة من قصر المرادية. عرض البرنامج لقطات من أرشيف أمير ديزاد بما في ذلك حديثه عن الحياة الخاصة للمسؤولين الجزائريين. والسؤال الجوهري اللي بيطرح نفسه بالمنطق والقانون: هل يكون الرد على ما ارتكبه أمير ديزاد من قذف وسب أو تشهير أن نرسل فرق موت عابرة للحدود للخطف والقتل؟ سؤال مهم، يا رب أسمع آرائكم عليه، ردودكم عليه في التعليقات. هل يكون عقابه على السب والقذف أو نشر معلومات عن المسؤولين خطف وقتل تعذيب؟ ده اللي هيشوفه القضاء الفرنسي. الموضوع ما خلصش لسه، الموضوع أمام القضاء الفرنسي. القضاء الفرنسي أجاب على هذا السؤال بوضوح. التحقيقات لم توجه أصابع الاتهام لمجهولين، لا، ده طلب مسؤولين رسميين جزائريين. موظف في القنصلية الجزائرية بمدينة كريتال الفرنسية يقبع الآن في السجن الفرنسي، مسجون متكلبش. بس كده؟ لا، استنى معايا. مذكرة اعتقال دولية ضد صلاح الدين سلام، الرجل الثاني في السفارة الجزائرية بباريس سابقا طبعا. وهناك تكهنات بأن الأمر قد يصل إلى استدعاء القضاء الفرنسي شخصيات رفيعة المستوى، قد تصل إلى رئيس الأركان السيد السعيد شنجريحة. محور تاني مهم في الحلقة دي: الانتحار الإعلامي لوكالة الأنباء الجزائرية APS. النهاردة أقدر أقول أن أنا بقدم نعي لهذه الوكالة. قبل ساعات من بث الحلقة ارتكبت الآلة الدعائية للنظام الجزائري ممثلة في وكالة الأنباء الرسمية APS خطأ استراتيجيا فادحا قد يرقى لمستوى الاعتراف الضمني. جم يكحلوها عموها. نشرت الوكالة عدة بيانات مسعورة ما بين الساعة 2 و3 ظهرا يوم إذاعة الحلقة 22 يناير، تهاجم فيها القناة الفرنسية الثانية خلاص وبرنامج تحقيق تكميلي كومبليمون دي كونت خلاص دون كات، سوري مش دي كونت، دون كات، بعبارات سوقية وصفها إياها بأنها بوق لليمين المتطرف وأنها مشروع تضليل، بل ذهبت أبعد من ذلك حيث وصفت الضحية أمير ديزاد بأوصاف مثل تاجر مخدرات مبتز أمي عميل المخابرات الفرنسية. تعالوا بقى معاكم هنشر لكم، هقول لكم، هقرا لكم ما نشر
رسميا من وكالة الأنباء الجزائرية. 1. الإعلام العمومي الفرنسي يمنح الكلمة لتاجر مخدرات مبتز أمي بلطجي لا يمتلك أي تكوين أو شرعية فكرية، تتمثل مهمته الواضحة في زرع الشك وتسميم عقول الشباب الجزائري. يا نهار اسود ومدين. طيب الثانية، مدفوعا بانحرافاته الشخصية وعجزه عن بناء دور اجتماعي محترم، يستعرض هذا الشخص مظاهر ثراء فاحش ولا يخفي كونه معالا ومحميا من قبل الأجهزة الفرنسية. 3. إن انحدار الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا المستوى من المستنقعات الإعلامية لا يبشر بخير للعلاقات الجزائرية الفرنسية. أول مرة أسمع لفظ مستنقعات في بيان رسمي لوكالة أنباء. اللي بعده، فرانس 2 ليست هذه محاولتها الأولى، فهذه المرة الثالثة التي يشن فيها هذا الإعلام العمومي هجوما مباشرا على الجزائر عبر سرديات منحازة وتقديرات سطحية وكشف أسرار. الله انتوا اللي بتقولوا كشف أسرار مبنية على أوهام. والله العظيم 3 أذكياء جدا، أذكى إخواتهم. اللي بعده، فرانس 2 يظن بسذاجة أن شخصيات جزائرية رفيعة المستوى يمكن أن تجلس على الطاولة نفسها مع تاجر مخدرات مبتذل لا يعدو كونه مخبرا صغيرا لدى الأجهزة الفرنسية. شخصيات جزائرية رفيعة المستوى هتقعد مع أمير دي زيت ليه؟ مش فاهم. اللي بعده، هنا يفرض سؤالا نفسه، اللي بتقول كده وكالة الأنباء الجزائرية، خلي بالك، هنا يفرض سؤال نفسه: ما الذي يدفع الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا الانحدار؟ هم صح. هل تبرر حرب نسب المشاهدة كل شيء؟ هل أصبح السعي وراء البوز، مكتوبة كده والله بالعربي البوز، أنا ما أعرفش البوز معناها بوز كده، ما أعرفش والله، اللي مكتوب أنا جبتها لكم زي ما هي. هل أصبح السعي وراء البوز مبررا للتنازل الأخلاقي والإفلاس المهني؟ أم أن الأمر يعكس أزمة فرنسية أعمق عاجزة عن النظر إلى الجزائر خارج منظار الحقد والحنين الاستعماري؟ أنا سمعت الحنين الاستعماري دي ويعتمد على الكرسي. حنين. والله العظيم مكتوبة كده، هقولها لكم تاني. أما أن الأمر يعكس أزمة فرنسية أعمق عاجزة عن النظر إلى الجزائر خارج منظار الحقد والحنين الاستعماري والهواجس السياسية الداخلية. مفيش حاجة راكبة مع بعضها، والله العظيم 3 مضحك جدا. طيب خلينا بقى نحلل هذه السقطة. 1. استباق الأحداث. الوكالة هاجمت محتوى لم تشاهده بعد، واعتمدت على إعلان تشويقي، التيزر اللي عملته القناة، يعني ظهر فيها السفير السابق كوزيفي درينكوار. المفاجأة الصادمة للوكالة كانت القناة ما بثت الحلقة ما ذاعتش مداخلة درينكوار يعني في الحلقة، وده خلى طبعا كل كلامهم يعني مثير للشفقة والسخرية، كأنهم يصارعون طواحين الهواء، كأنهم دون كيشوت يصارعوا طواحين الهواء. طيب لغة تبني يعني الحوار ووكالة الأنباء تبنت لغة الخاطفين، يعني اللي اتقال في التحقيقات أمام القضاء الفرنسي نفس اللغة، نفس المصطلحات، تاجر مخدرات، عميل، تمام، نفس الذرائع التي لقنها
المشغلين للعصابة في المرادية لفرق الموت اللي نفذت الاختطاف في 2024 في أبريل، وفي تطابق في اللغة اللي تقدم في التحقيقات، لغة الدولة وفرق الموت العصابة يعني ووكالة الأنباء. ده بيقدم دليلا إضافيا مجاني للمحققين الفرنسيين عن وجود رابط عضوي ما بين الكتلتين الدولة وفرق الموت. طيب يعني عنوان بقى مهم جدا، العداء الشخصي. دولة بتعادي شخص. حدة الهجوم كمان من يعني وكالة الأنباء الجزائرية بتظهر أن الدولة الجزائرية خصصت مقدراتها بكاملها لمحاربة يوتيوبر أمير دي زيد. يوتيوبر. هذا الغل يثبت وجود دافع الانتقام وهو ركن أساسي في الجريمة. اللي حصل ليلة 22 يناير السوداء اللي مش هينسوه في المرادية ولا هينساه فخامة الرئيس خايب سمية، يضعنا أمام حقيقة لا مفر منها. النظام الجزائري متورط أخلاقيا وربما جنائيا، لازال الحكم لم يصدر، فلا نستطيع أن نجزم بالتورط الجنائي إلا عندما يصدر الحكم من المحاكم الفرنسية في ممارسات إرهاب دولة على الأراضي الأوروبية خاصة فرنسا وباريس. نتفق أو نختلف مع أسلوب أمير دي زاد في المعارضة، ممكن ننتقد بعض الشيء خوضه في الحياة الخاصة، ممكن، ولكن اللجوء للقضاء هو الطريق الحضاري الوحيد للرد عليه. ترفع عليه قضية تاخد عليه حكم وتاخد عليه تعويض، تاخد منه تعويض. أما اللجوء للخطف والتعذيب ومحاولة التصفية الجسدية هو سلوك العصابات وليس سلوك الدول. كمان ما فعلته وكالة الأنباء الجزائرية من رد فعل هستيري استباقي لم يخدم أبدا النظام الجزائري ولا المخابرات الجزائرية، بل قدم خدمة مجانية للقضاء الفرنسي، وعزز فرضية أن الأوامر صدرت من أعلى الهرم من المرادية. إن قضية أمير دي زد لن تغلق قريبا، بل تحولت اليوم رسميا إلى ملف قضائي أمام القضاء الفرنسي، وأيضا خلق عقدة جيوسياسية ستطارد العلاقات بين الجزائر وباريس لسنوات قادمة. حلقة كانت مهمة جدا، إن شاء الله بحاول أتواصل مع أمير دي زيد إنه يكون موجود معانا إن شاء الله في لقاء. وعايز هو كان وعدني، قال بعد ما يسمحوا لي الظهور إعلامي، لأن هو منع من الظهور الإعلامي من ساعة بدء التحقيقات في هذه حادثة الاختطاف ومحاولة يعني تصفيته جسديا في فرنسا. بس احنا لينا كلمة في الآخر. هل يكون الرد على المعارضة بالاختطاف والقتل والتصفية الجسدية وترتكب جريمة داخل أراضي أوروبية؟ موقف سخيف. احنا بنتعرض كمان مضايقات حقيقية، مش عايز اتكلم في تفاصيلها ان في بعضها موجود امام جهات تحقيق هنا في امريكا، ولكن ايه ده؟ هل هذه الدولة هشة بهذا القدر؟ هل دولة الجزائر واجهزتها بهذه الهشاشة؟ شفتوا حلقة قبل كده دخل لي ضابط مخابرات وكنت مش مصدقه لغاية ما فتح لي البادج اللي هو الجلد بيبقى عليه العلامة بتاعت الجزائر والاسم والكارنيه بتاعه، صادرة من المخابرات، فعلا ضابط مخابرات. أنا صعقت، موجودة عندكم في القناة تتفرجوا عليها. ضابط مخابرات يجري تحقيق معي على التيك توك. نتمنى بالتأكيد السلامة لأمير دي زيد وكل المعارضين الجزائريين، ماريا وشوقي أبو زهرة، شوقي بن زهرة، كل هؤلاء بالتأكيد يريدوا، وبالتأكيد وليد كبير في المغرب،
كلهم يريدوا الخير يعني لبلدهم، والمعارضة هنا ليست للهدم ولكن للبناء. اعطوا فرصة للناس ان هم يقولوا رأيهم. لا يحق الا يعني الصحيح، وهيأتي يوم وينتهي هذا النظام. كل التحية للمعارضين الجزائريين في الخارج، ونتمنى لهم السلامة من هذا النظام المجرم. شكرا على حسن استماعكم. أنا بحبكم في الله. تصبحوا على خير.